اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسيسه او كيكه الذره، من اسهل والذ واطعم الكيكات اللي ممكن تعمله. سهله كده وبسيطه، وان شاء الله مش تاخد معاك وقت خالص. كمان بتواجهنا كده مشكله ان هي ممكن تكون بسيسه بتشرق او بتفرول. هنحلها النهارده مع بعض بحاجه بسيطه كده هنظبطها في المكونات. تعالوا يلا نسمي الله ونبدا مع بعض الطريقه. اول حاجه معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، تكونوا يعني مطلعينهم من التلاجة قبلها بشويه. معايا كمان باكت من فانيليا بنكهة البرتقال، هنزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من بشر البرتقال. بناخد بس الطبقة الخارجية ولاش الطبقة البيضاء عشان بتمرر. كمان كوباية من السكر وكوباية من اللبن. ممكن تستبدلوا كوباية اللبن دي بكوباية من عصير برتقال. كمان معايا كوباية الا ربع من الزيت. هنزل بقى كل الكلام دوت يا اما في الخلاط يا اما بالهاند بلندر ونضربهم كويس جدا. ممكن كمان بالمضرب اليدوي عادي جدا. اهم حاجه ان احنا يعني نضرب كويس علشان خاطر ندوب السكر وما يكونش فيه اي حبيبات. مجرد ما اللون يفتح كده والسكر يدوب، هننزل عليهم بكوبايه من دقيق الابيض. اهم حاجه طبعا ان احنا هننخل الدقيق بتاعنا زي ما بنعمل في اي كيكه. لازم ننخل الدقيق كويس عشان ما يكونش فيه اي رطوبه. كمان بيكون فيه تكتلات كده بتبقى موجوده في الدقيق احنا مش محتاجينها خالص. كمان معايا كوباية من الدقيق الذرة، ده هتلاقيه اما في السوبر ماركت او هتلاقيه عند العطار. هننخله برضو كويس جدا. يبقى انا كده استخدمت كوباية من الدقيق الابيض وكوباية من الدقيق الذرة. هضيف كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هنخلط بقى كل المكونات كده مع بعض لحد ما الدقيق يختفي. مش هبالغ في الضرب، مجرد بس الدقيق يختفي هوقف على طول ضرب. مكونات البسيسة كده لما يكون الدقيق الابيض مع الدقيق الذرة متساويين، يعني كوباية قصادها كوباية، بتكون مظبوطة جدا ومش بتشرق ومش بتفرول معاكي خالص. لو مشيتوا على المقادير دي بالظبط هتطلع معاكوا ناجحة جدا، طرية وكمان طعمها في منتهى الجمال. هتاكلوا بسيسة بجد اللي هي بتاعت زمان. معايا بقى الصينية مقاييس حوالي 20 في 30. انا بطنتها كويس بالدقيق، وطبعا احنا مشغلين الفرن من اول ما اشتغلنا في البسيسة على درجة حرارة 180 درجة. شغلت كمان معاها المروحة. هندخلها بقى في الرف اللي في النص. هتقعد معانا من 30 ل35 دقيقة. انتوا هتلاقوا كده بعد نص ساعة ريحتها طلعت. تقدروا تفتحوا على كيكة بعد نص ساعة. قبل كده لا، ممكن تهبط معاكم. تختبروها كده من النص بستيكس او بالسكينة، هتلاقوها استوت معاكم وخلاص. ما طلعش معاكم عجين يبقى كده تمام، هي استوت. ممكن بقى ان انتوا تسيبوها تحت الشواية دقيقة واحدة لو هي لسه مخدتش لون واحمرت من الجنب. لكن لو لونها كده تمام خلاص طلعوها وتسيبوها بقى تهدى خالص لحد يعني ما تلاقوها كده بردت وخدت حرارة المطبخ. وابدأوا بقى ان انتوا قطعوها. انا للاسف استعجلت عليها عشان محتاجة ان انا اوريها لكم في الفيديو، يعني قعدت بس بتاع 5 دقايق وبعد كده قطعتها لكم. لكن انتوا سيبوها تهدى خالص وبعد كده قطعوها وهتاكلوها بألف هنا. هيطلع معاكم بقى البسيسة تحفة. لازم تمشوا على الخطوات. متأكدة ان انتوا بجد هتعتمدوا الطريقة في كل مرة تعملوا فيها بسيسة. استحالة ان هي تشرقكوا، استحالة ان هي تبقى كده مفرولة وعارفين انتوا البسيسة كانت بتضايقنا بسبب كده ان هي بتبقى تقيلة قوي وبتشرق. لا، دي جربوها حاجة كده خفيفة وهشة، وطعم البسيسة فيها تحفة. فجربوها كده ان شاء الله هتعجبكم جدا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش بقى اللايك الحلو والكومنت الجميل اللي زيكم. وطبعا يشرفني لو انتوا اول مرة تشوفوني تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هنزلها جديدة. شكرا جدا لمتابعتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة على خير. مع السلامة.